السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ امبارح يا بنات جهزنا مع بعض الكفته دي في البيت وجهزناها خطوه خطوه. النهارده ان شاء الله هنطبخها مع بعض. طريقتها سهله جدا جدا. كل اللي تحتاجيه الكفته اللي احنا عملناها ومعاكي توم او بصل وطبعا طماطم. تعالوا بقى نسمي الله كده ونشتغل مع بعض. اول حاجه يا حبايبي دقيت التوم اهو، حطيته على النار وحطيت عليه معلقه سمنه، يبقى طعمها حلو قوي بالسمنه. ابتدي ان انا احمرها. عايزه تزودي توم زودي، بس انا مش بحب فيها التوم كتير، فهم كام فص دول حلوين يعني. انا يا بنات مش هحمرها قوي عشان ما تمررش مني، كفايه عليها كده عشان تبقى طعمها مسكر. هنزل بقى عليها ايه بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يا حبايبي كده هسيبها تتسبك، وعقبال ما تتسبك اكون حمرت الكفته. كده يا حبايبي الصلصه اهي اتسبكت. هبتدي بقى انزل عليها بالكفته وازودها شويه ميه. كده يا حبايبي انا خلاص زودتها شويه ميه وحطيت فيها الكفته. اسيبها بقى تغلي كده مع بعض براحتها عقبال ما نعمل الرز. عليها شويه كمون، احط لها كمان ملح يا بنات شويه صغيرين. هنبتدي بقى يا بنات نعمل الرز. اول حاجه حطيت سمنه، شويه شعريه، احط عليها يا بنات مرقه ماجي واقلبها، بيخلي طعم الرز حلو قوي. انا يا حبايبي حطيت على الرز ده 1 مكعب ماجي، وادي كمان معلقه توم بتخلي طعم الرز جميل. احط كمان شويه ملح. كده نبقى خلاص خلصنا الرز وكمان خلصنا الكفته. الرز يستوي وبعدين نبتدي نغرف مع بعض. كده يا بنات اكون خلاص خلصت الاكل. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه. ماشي حبيبي، شكرا.